كان السادات بيحتفل بخطوبة بنته، وكان من ضمن الموجودين الشيخ النقشبندي، وشاءت الصدفة إن يكون موجود في نفس الاحتفال ده الملحن الكبير بليغ حمدي. ومن هنا تبدأ أغرب قصة خلت عندنا ابتهال بالجمال ده. في الحفلة السادات طلب غريب جدا خلى كل الحاضرين يسكتوا من غرابته لما قال: أنا نفسي أشوف النقشبندي وبليغ حمدي في عمل مشترك. الشيخ النقشبندي أول ما سمع الجملة دي اتخض جدا وتوتر، وقال بغضب وحس: إزاي يا ريس؟ ده بيلحن لأم كلثوم وعبد الحليم ووردة وبيعمل ألحان راقصة، ده أتعاون معاه إزاي؟ الناس هتقول عليا إن النقشبندي على آخر الزمن بيغني لبليغ حمدي. لكن بليغ حمدي المعروف بذكائه الشديد وحبه للمغامرة وتقديم كل شيء جديد، حضرت على طول فكرة في دماغه وهداه وقال له: أنا هلحلك مجموعة ابتهالات، إن عجبوك غنيهم، ما حبتهمش فخلاص انسى الموضوع خالص وكأنه ما حصلش. في نفس اليوم اتصل بليغ حمدي بالشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى وطلب منه كتابة مجموعة من الابتهالات للشيخ النقشبندي في أقرب وقت. كان خايف النقشبندي طبعا يغير رأيه. الابتهالات خلصت وخدها بليغ حمدي وراح يسمعها للنقشبندي، اللي أول ما سمعهم انبهر بيهم وقرر تسجيلهم في نفس اليوم، ونزل ابتهال مولاي وكسر الدنيا.